بسم الله. اليوم عندي حلا سريع أبو 5 دقائق لا يحتاج إلى فرن. المكونات غضارة ضخمة جدا، دريم ويب، صحون للحلا، 2 قشط مراعي ضخمة كبير، وكيك جاهز، وحليب أبو ريال، وجلاكسي كبير، ومالتيزرز للتزيين، وكريم واحد، كريم كراميل كيس واحد، مغلف واحد، ومخفقة جديدة جدا. نبدأ بسم الله. أول خطوة نقوم بفتح الكيك الجاهز، ونقوم بتقطيعه، ثم بنكمل الباقي. نقوم بتقطيعه هكذا، ونأخذ طبعا المفروض نستخدم دسوس، لكن الإمكانات ضعيفة جدا، فيدي نظيفة جدا. فنقوم أول شيء بتفتيته هكذا إلى أن ننتهي. كذلك نأخذه بعد أن فتتناه، نقوم بوضعه هكذا في الصحون، ويعني تقريبا نعبيه إلى الثلث، وندكه جيدا، وهكذا على أن يمتلئ ال4. بعد أن ملأناها نتأكد أن الكمية متساوية، لكي لا نتشاجر عند تقديمها من يأخذ أكثر. الآن الخطوة الثانية، نأخذ ظرف دريم ويب ونسكبه هكذا، ثم نأخذ قليلا من الحليب هكذا، ثم نقوم بخفقه، ونزيد قليلا إلى أن يصبح سائلا قليلا، وهكذا. بعد أن خفقناه جيدا نقوم بالخطوة التالية، ونضيف القشطة، علبة كاملة، ثم نخفقه أيضا لأن يندمج. بعد أن اندمج جيدا نقوم بإضافة الكريم كراميل، ونشرب الحليب المتبقي، ونخلطه جيدا ونخلطه جيدا هكذا حتى ينتهي. بعد ذلك نأخذ الخلطة هذه ونحطها، نسكبها في هذولي. والأصل أن المالتيزر يعني للتزيين، فقلت لما لا ندفن بعضه هكذا. تصبح هكذا، ونقوم أيضا بأخذ المزيج ونضعه هكذا حتى تندفن، ونطبقها بجميع الصحون هذه. أن طبقنا المزيج على الصحون نقوم بوضعها في الثلاجة إلى أن ننتهي من المرحلة الثانية. والآن نحن في المرحلة والله نسيت أي مرحلة، لكن أعتقد الثالثة. نأخذ الجلاكسي ونضعه في الغضارة هذه. ناخذ 1.5، ترى النص الثاني هنا. ثم بعد ذلك نذوبه على النار. بعد أن أشعلنا النار نقوم بتحريكه هكذا إلى أن يذوب ويصبح سائلا، وننتقل بعد المرحلة اللي مدري كم رقمها. بعد أن ذوبنا الجلاكسي على الموقد نقوم بالخطوة التالية، وهي إضافة القشطة الثانية. بما أن الحلا صراحة كل اللي فيه يسمن وعالي السكريات والدهون، حاولت أني أجيب قشطة يعني قليلة الدسم لتخفف هذه الكمية الهائلة من الدهون والسكريات. نقوم بسكبها هكذا، نقوم بمزج الخليط هكذا،
يد واحدة صعب الواحد. نكمل في المرحلة. بعد أن امتزج جيدا نقوم نسوي كذا وننتقل للمرحلة التي قبل الأخيرة. بعد ذلك نأخذ المزيج هذا ونضعه على هذا إلى أن يعني نسويه نطبقه على كله ونعود إليك. بعد أن انتهينا وطبقنا أصبح 3 طبقات. يا سلام. ونبدأ بالمرحلة الأخيرة بالتزيين. وها نحن في مرحلة التزيين نقوم بوضع الحبات هكذا، ونأخذ هذه نضعها هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. يا سلام. بعد أن زيناها نحاول أن نغلفها بالقصديري ونضعها في الثلاجة لحين التقديم. حاولت أن أكون راقي في الطبخ لكن بوريكم بعض الكواليس. وش أسوي؟ ما عندي طاولة أحطها يعني. وهذا باقي الكيك وهذه المناديل. لكن الحلا نظيف جدا صراحة. بسم الله. وها هو شكله النهائي. نتذوق. إنه منعش ولذيذ. ها كيف؟ ها. إنه رائع.